السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غاديين تشاهدوا معنا هذا الفيديو. غبرنا عليكم لظروف خاصه والحمد لله ما ناسيينكمش وما ناسيناش من التعاليق ديالكم، وشكرا للناس اللي سولوا علينا، بارك الله فيكم. الحمد لله الاخوان، تنقول لكم ارتفاءلوا خيرا تجدوه. الحمد لله الحكومه كتفكر في المغاربه، راه هي ما ناسياكمش. حنا تنقولوا العزيز اخنوش كيسرق من الجيب ديال المغاربه، عزيز اخنوش ما مديهاش في المغاربه، ولكن عزيز اخنوش والله الا تبارك الله عليه فاش فكر في خوتنا المغاربه. الحمد لله. تقولوا لي طارق اللي جالس كتمدح فيه وكتشكر فيه اشنو دار؟ واش دار شي حاجه؟ حذفوا لينا هذا النظام الاساسي باش الاساتذه يدخلوا الاقسام ديالهم والوليدات غادي يرجعوا يقراو؟ غنقول لكم لا. غتقول لينا واش عزيز اخنوش نقص لينا من الاسعار ديال المحروقات باش الامور ترجع كيف ما كانت؟ غنقول لكم لا. غتقول لينا واش اخويا نقص من الخضار، نقص من هذا؟ غنقول لكم لا. عزيز اخنوش كانوا الحكومه ديالو خذات واحد القرار من قبل انها باش تزيد في جميع الضرائب اللي عندنا، الحمد لله في جميع القطاعات زادوا في الضرائب كاملين. ولكن نهار السبت كتفاجئنا الحكومه قال لك بالضغط من الاغلبيه كيتراجعوا على فرض الضرائب على المشروبات الكحوليه، ولا هي الشراب ولا الطاسه كيف كيسميها الجميع. واسمحوا لي على هذا المصطلح هذا، دخلت عليكم بالله المغاربه. دابا هذه الحكومه هذه عندها الرباح المغاربه يشربوا الشراب، يسكروا، يبلوكيو العقل ديالهم باش ما يفكروش اشنو غادي يوقع، شنو هو الصح من الخطا، شنو كدير هذه الحكومه. باش ننتفضوا ضد هذه الحكومه هذه خاصهم يخليونا دائما ناشطين. علاش سحبتوا الضرائب على المشروبات الكحوليه؟ واش حبا في المغاربه؟ واش نتوما عطيتوهم شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها؟ حنا كنتسناو ترجعوا لينا المواد الغذائيه الاسعار ديالها القديمه، ترجعوا لينا التعليم احسن من اللي كان. ما غنقولوش كان التعليم، حنا كنطالبوا بما احسن، وهذا هو الشعار ديالكم وهذا هو البرنامج ديالكم، انك المواطن يستاهل ما احسن. حنا كننتظروا الطب العمومي عندنا يكون في اعلى جوده، حنا كننتظروا المازوط وليسانس يرجع الامور ديالو الطبيعيه، كننتظروا الدجاج والخضار يرجع لبلاصتو، وانتم كتفكروا في النشاط والزهو والطاسه. هذا الشيء هو اللي في بالكم، وانتم فعلا عرفتوا المغاربه اشنو تيبغيو. هنا تسمحوا لي المغاربه ماشي كاملين، ولكن ملي كنهضروا كشعب مغربي. ما غاديش نقول مثلا واحد الفئه واحد، حنا كنساو كنتبعوا مثلا تنكونوا كنغوتوا على واحد الحاجه، حنا باغيين الاسعار ترجع لينا، كيشدونا بواحد الحاجه اللي كيشتوا لينا التركيز ديالنا باش نبقاو مركزين معاهم. قالوا شنو نديروا باش نسيو المغاربه ما يهضروش على غلاء الاسعار، باش ما يشدوناش على الصحه، باش ما يهضروش لينا على هذه القضيه ديال الرميد، وعلى هذه القضيه ديال الناس اللي كيريبوا ليهم وتيقول لهم سيروا نعسوا في الزنقه، ما يهضروش على هاد الناس ديال الزلزال اللي مساكن راهم كينعسوا دابا كيتفرشوا الثلج وكيتغطاو الشتاء. قال لاش نديروا؟ انا نخرجوا الاساتذه نخرجوهم لهم الزنقه. اش نديروا لهم واحد النظام اساسي اللي ما غاديش يتقبلوه، يعني واحد الشروط اللي تعجيزيه حتى شي واحد ما غادي يتقبلها، لا المواطن ولا الاستاذ ولا التلميذ. دابا نتوما ضربتوا الاستاذ، ضيعتوا التلميذ، قلتوا والديه من طبيعه الحال غادي يخرجوا وغادي يديروا مظاهره وغادي ننساو، غندوزوا بهم واحد شويه ديال الوقت، يعني نزيدوا بهم القدام حتى ينساو هذا الشيء، ونتراجعوا على هذا النظام الاساسي باش يقولوا هذه الحكومه راه الله يعمر ليها الدار، راه هي كتفكر في المواطن وراه هي كتفكر في الشعب المغربي. انا غادي نقول لكم قبح الله سعيكم، انه مجموعه من المغاربه راهم ولاو عايقين بالافلام ديالكم. نتوما دابا وليتوا كتساومونا بشي حاجه اللي هي ديالنا، من حقنا، ما من حقكمش تدخلوا فيها وما من حقكمش تمسوا هذيك القضيه باش تبقاو تساومونا وتقول في الاخير تبينوا نتوما راكم مزيانين، راكم الله يعمرها دار، راكم كتضحيو على قبل الشعب المغربي.
هذا القرار اللي قلت لكم تراجعوا على الضرائب ديال المشروبات الكحوليه، خداوه قرار استعجالي. نهار السبت تجمعوا الحكومه، ونهار السبت ما تكونش الخدمه، وتجمعوا قال لك الاغلبيه كتضغط، غير هما كيضغطوا على بعضياتهم. يعني الحكومه كيتفقوا بعضياتهم، تيخليو ليهم واحد الوصيه ميساج يقول لهم ضغطوا علينا باش نطلعوا نقولوا راه بالضغط من الاغلبيه باش تراجعنا على الضريبه ديال الطاسه ديال المشروبات. وواحد الحاجه اللي كتضر في الخاطر، تيقول لك الهم الا كثر راه هو كيضحك. هادو برلمانيين تناقشات هذه القضيه في البرلمان، وزراء واعضاء، قال لهم علاش حيدنا الضريبه على المشروبات الكحوليه على الشراب؟ قال لهم حيت الناس غادي يبقاو يشربوا الماحيه، غادي يستهلكوا الماحيه بزاف. وتبارك الله عليكم والله العظيم، الا كتفكروا المغاربه خفتوا عليهم من الماحيه، والماحيه صعيبه، اللهم يشربوا الرويجه حلوه، عنيبات معصرين، برافو عليكم. خفتوا نتوما دابا يكثروا دوك التجار اللي كيتاجروا في الماحيه، وغادي نقضيو عليكم نتوما اللي وليتوا كتاجروا في العنب اللي مختص للطاسه. قولوا لا، خليونا ساكتين، خليونا ساكتين. دخلتوا معكم وليتوا نتوما اللي شادين هذا القطاع ديال العنب اللي مخصص الرويجه. حشموا شويه، راه الشعب المغربي راه غير صابر وساكت ومسكين، ولا عايش باش ما عطى الله، وصابر وساكت. الشعب المغربي قانوع الحمد لله، كرشو ما كبيراش وما طامعش، كتار ما يعيش عيشه مزيانه، ياكل ويشرب، ما باغيش غير يتخص. شي الشعب المغربي اللي بغيتي تهلا فيه ويكون مزيان، شي كيعيش كل نهار بنهارو، ماشي بحالكم نتوما. ما عندكمش عقليه مغربيه بصراحه، ما عندكمش ثقافه مغربيه. كيف غادي تكون عندكم ثقافه مغربيه وانتم حياتكم كامله دوزتوها في اوروبا، قريتوا في اوروبا، جايبين ثقافه اوروبيه؟ كيفاش غتعيشوا معنا؟ هذا الشيء اصلا مبني غلط. اللي ما عايش مع المجتمع المغربي كي غادي يدير يفهم هذا المجتمع المغربي ديالنا؟ راه كيف تنازلتوا على الضرائب ديال الطاسه ديال الشراب، تنازلوا على المحروقات، رخصوا شويه الاثمنه، خليوا الناس تعيش. الناس باغا هي تعيش. رجعوا التلاميذ يقراو، شوفوا ردوا البال للصحه، حيدوا للناس اللي كتسالوهم لامور اللي كريديتوهم بلا ما خداو. عيبات الله دابا كيتسال كريدي وانت ما واخدوش، تما شاد حتى ريال وكيتسال كريدي. مناش قالها رئيس حكومه، دارها السي فوزي القجع، تتبني تيرانات على ظهر عباد الله. راه حشومه هذا الشيء. فكروا للشعب، راك شحال ما عشتي غادي تموت، راه ما غادي معاك والو. الحمد لله اللي الكفن ما عندوش الجياب، والقبر كلشي غادي يدي على قد الحال. الا واش غادي ترتاح في القبر ديالك ولا ما غاديش ترتاح؟ اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا فهمتوا القضيه كيفاش غادا، والامور كيفاش كتسير هذه الحكومه. بغينا الدعم ديالكم بلي لايك وبالبارطاج، وما تنساوش تخليو لينا الاراء ديالكم في التعاليق، وتحياتي لكم جميعا.